احنا عند الشافعي بقى اللي هو في اسكندريه، بس مش عارفه هيكون فين بالظبط، فلو عرفته هبقى اكتبه على الفيديو بقى، بس هتاكد منه الاول. دي يا جماعه الاسعار بتاعتهم. هو مكان قدام مستشفى الامام اللي في العصافره. مش حلوه اللولي. لا مش حلوه ومسكره قوي، مسكره قوي قوي، بس ما فيهاش حاجه عدله يعني الصراحه يعني خالص. لا مش حلوه. تحت واكتشفنا كمان ان هي محروقه من فوق ومن تحت، محروقه من فوق ومحروقه كمان من تحت. عايزه بلف وبروح واجي، مفيش احلى من جيلاتي عزة في اسكندريه كلها الصراحه يا جماعه، بلا منافس بلا منازع. طعميه، جبنه مقليه، وجبنه مقليه تركي، وفول زيت حار. بجد وريني كده، طعمها حلو تحفه. هو الفول حلو بس للاسف طلع مالح، مالح قوي كمان يعني زيادة عن الطبيعي، بس شغال يعني يتاكل. العيش حلو قوي اللي هم حاطين عندهم، مش بطاله، شغاله حلوه. دي جبنه مقليه تركي، بس دي احلى من الشيدر صح؟ دي شيدر. دي شيدر ودي التركي. دي التركي انهي الاحلى؟ التركي. التركي اللي هي دي مش صح؟ دي احلى شويه. بصي جيبي كيلو خضار. هذا في اعتقادي. اذا في سيارات ارضيه الملعب. عايز قشطه؟ ده المنيو. امام المساحه امام الكوره لكن يكسر الرميه الجانبيه الى الصانع. رايحين عند هدى جندل تقريبا، مش عارفه يا جماعه. هي دي العروض اللي موجوده، دي عروض موجوده، لكن احنا دايما هنطلب منها، لكن ماما قالت لا. نزل لنا سلطه خضراء وطحينه وعيش وميه وفي باكت مناديل، فحلوه قوي لغايه دلوقتي. مش عارفه الصراحه الاكل هيجي امتى عشان اوريه. طحينه بحب بقى ابسي، عجبتني قوي. ما الفكره يا جماعه هي تقيله مش خفيفه يعني، حلو. السلطه كمان شكلها مشهي. بتاعنا جالنا جمبري، ودي كفته سمك، ودي سمكه بوري زيت وليمون، وده اخطبوط تقريبا، سمك كبير اخطبوط تقريبا. جالنا رز، وجالنا بعد كده ماما طلبت سمك بلطي وكفته برضه. دي سمكه بوري مشويه برضه مع كفته، والرز بقى بكل حاجه. ودي كده الوجبه كلها. انا برضه اول مره اجرب البتاع ده بصراحه، بس طعمه حلو. حلو قوي. بيدونا بقى زي ويلكم درينك كده يعني، هي طعمها زي الحمص بصراحه، كانها ميه حمص فيها كده من المطعم، بس طعمها حلو يعني، تغير طعمك في طعم يعني الاكل في بقك في نفس الاكل. ما صورتناش اول شغاله المعركه بعد ما خلصنا يعني، حتى ما قدرناش نخلص يعني، حاولنا ناكل على قد ما نقدر، وبرضه تفضل اكل كتير قوي. حمص هما الاثنين. يا جماعه دي طلعت شوربه جمبري، بس هي بتبقى طعمها مدي على حمص شويه. ماما اللي قالت لي المعلومه دي.